وانتوا طيبين. اللهم تقبل منا رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فات رجب وكلها ايام ونوصل لليلة النصف من شعبان اللي هتبدأ من مغرب يوم 14 شعبان لفجر يوم 15. طيب ايه اللي ممكن نعمله في الليلة ديت وليه ليها فضل كبير في الاسلام؟ اولا المثبت انه تم تغيير قبلة المسلمين في الليلة ديت من المسجد الاقصى للمسجد الحرام. اما باقي كرامات وفضل الليلة دي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا في صحة الاحاديث الوارده عنها، لكن احنا لو هناخد الموضوع بشكل تاني ففي حديث صحيح عن الرسول قال ان شعبان ترفع فيه الاعمال ويحب ان ترفع اعماله وهو صائم. طب دلوقتي ايه المانع لما نقيم في الليله ديت وندعي بكل اللي نفسنا فيه بنيه التقرب الى الله، مش عشان هي ليله مباركه او غيرها؟ ما هو رب الليله ديت هو رب كل ليله، وانت مش خسران حاجه ان كان التعبد في الليله دي له فضل كبير عند ربنا. ربنا يتقبل منك ان شاء الله. لكن لو زيها زي اي ليله فانت تعبدت برضه وزياده الخير خيرين. ده شاهد من